بصوا يا جماعه، ده هنا كده تعبان ازرود بيتي. تعبان الازرود البيتي ده اكتر نوع منتشر في الاماكن المأهوله، والناس طبعا بتقابله بشكل كتير جدا وبيختلطوا بيه بشكل كتير جدا. ولكن النوع ده غير سام نهائيا. النوع ده ما بيشكلش اي خطر نهائيا. هو طبعا نوع عضاد، يعني انا دلوقتي مجرد ما احاول ان انا امسكه في ايدي لازم هيعضني. يعني انا بصوا يا جماعه كده، انا كده مجرد ما احاول ان انا امسكه، طبعا هو دلوقتي الجو برد، فهو طبعا ايه لسه ما حاولش ان هو يعض. لكن هو بطبيعته هو تعبان شرس ولكن غير سام نهائيا. طبعا الحاج عيد اتصل عليا اهو يا جماعه ابتدى يعض، ولكن طبعا هو بيمتلك اسنان فقط، ما بيمتلكش اي غدد سميه نهائيا. فالحاج عيد اتصل عليا وقال لي في تعبان، طبعا هو خايف منه. فالتعبان ده يا جماعه ده اكتر تعبان منتشر في الاماكن المأهوله، ومفيش منه اي ضرر نهائيا. احنا طبعا بنيجي هنا بنطلع التعابين ديت من البيوت، مش عشان خاطر هي بتشكل خطر، ولكن كده كده الموجود في المكان بيخاف من اي تعبان، سواء بقى التعبان ده سام او غير سام، بيشكل خطر او ما بيشكلش خطر. هو الخوف من التعابين واحد، فاحنا بناخده بننقله لمكان تاني عشان خاطر اللي في البيت بس ما يخافش منه. لكن هو غير سام نهائيا. طبعا اللي في ايدي ده يا جماعه عمره هنا يتخطى السنه، يعني ده عمره يتخطى السنه، ده مش لسه مولود مثلا او فأس. ده لما بيخرج من البيضه بيبقى تقريبا حوالي 12 سم، يعني ده حتى ممكن عمره كمان يتخطى السنه. ده هنا طوله تقريبا داخل على حوالي 25 سم. فالنوع ده غير سام نهائيا. النوع ده اي حد يشوفه عنده في بيته ويشوفه في مكانه ما يقلقش منه نهائيا. ده عيد غير سام، ده ممكن تلاقيه هنا كتير جدا، وملوش علاقه ان لازم تبقى امه موجوده او ابوه موجود او كده. التعابين بتحط بيضه في مكان مناسب، وخصوصا تعابين الازرود دي ممكن تحط بيضه في اي مكان زي ده، زي اللي هو كان فيه دلوقتي ده. ممكن تحط بيضها فيه كده وتسيبه وتمشي. البيض لما بيفقس التعابين بتعتمد على نفسها من اول يوم في الحياه، بتعتمد على نفسها. ولكن النوع دوت وجوده في الاماكن المأهوله بيبقى طبيعي، لان هو غذاؤه على الابراص، فهو دايما بيجي في الاماكن اللي فيها الابراص لان هو غذاؤه على الابراص. ولكن غير سام نهائيا. فاي حد يشوف النوع ده عنده ما يقلقش منه وما يخافش منه، لان هو لا يشكل اي خطر. وجوده مش دليل على ام موجوده في المكان او اب موجود في المكان. وده يا جماعه اول صيد ليا هنا بعد اللدغه عند الحاج عيد هنا. ده اول حاجه نصطادها. طبعا احنا بنطلق ده تاني، ولكن بنطلق سراحه في مكان بعيد عن البيوت عشان محدش يخاف منه برضو تاني. فكلنا نركز في شكله. ده تعبان ازرود غير سام نهائيا. حتى لو عض زي ما انتم شايفين عضته ما فيهاش اي مشكله نهائيا. مفيش في اسنان، ولكن سنانه ضعيفه جدا، ولكن ما فيهوش سم. فعشان كده ما فيش اي قلق منه نهائيا. انا بس هنقله لك من هنا عيد عشان انت بتخافش منه بس، لكن هو وجوده مفيد للمكان هنا اصلا، لانه بيخلصك من الابراص الموجوده في المكان. ربنا يسترها مع الجميع يا رب.